السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي ومتابعيني. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع طلبة العلم، وهقدم مجموعة من النصايح ازاي نقدر نذاكر ونستغل وقتنا صح ونستفيد باللي ذاكرناه، وهخطط بقلمي رسمة عن الموضوع. يا رب تعجبكم ونستفيد كلنا ويكون وقت مفيد وكلامي يكون خفيف ومفيد بالنسبة لكم. مبدئيا عشان استفيد استفادة كاملة من المذاكرة لازم أكون مستعد نفسيا وبدنيا. يعني إيه نفسيا؟ يعني أكون خالي من المشاكل والهموم، أرميها ورا ظهري خالص وما أفكرش في أي حاجة خالص تزعلني أو تضايقني وأنا بذاكر. وبدنيا طبعا لازم أكون سليم ومش حاسس بأي تعب، سواء إذا كان صداع أو مغص أو أي تعب بدني أيا كان. يعني لو حسيت بأي تعب اخد الدواء مثلا، او مثلا اشوف اروح للدكتور علشان خاطر ابقى سليم وابتدي مذاكرة واعرف احصل دروسي كويس واستفيد من وقت المذاكرة. تاني حاجة اجهز المكان اللي هذاكر فيه، يعني يكون المكان نظيف وهادي، واقفل الباب على نفسي وانا بذاكر عشان ما اسمعش اي كلام او اي حاجة تشغلني، واخد راحتي تماما، واحضر ادوات المذاكره بتاعتي تكون جاهزه معايا، اقلامي ودفاتري وكتبي، كل الحاجات دي كلها احضرها قبل ما ابتدي مذاكره. تالت حاجه انظم وقتي، يعني احدد لنفسي كم ماده هذاكرها وكل ماده هتاخد مني وقت قد ايه، وده هتعرفوا طبعا لما تبتدي مذاكره في الماده. وطبعا بذاكر الدرس اول باول كويس جدا، وبعدين بحل أسئلة على كل جزء فيه، ولازم تكون في إجابات نموذجية في آخر الكتاب علشان أتأكد من حلي إنه صح، وإجاباتي أعرف إنها نموذجية. طيب بعد ما أخلص مذاكرة أول مادة، أحاول أكافئ نفسي بحاجة بحبها، زي مثلا أعمل لنفسي حاجة دافية أو عصير بحبه، أو أفصل شوية بإن أنا أقعد على النت 10 دقايق، أفصل ما بين المادة والتانية. دي طبعا هتريح نفسيتي وأقبل على مذاكرة المادة التانية بنفس راضية. وبرضو بعد ما أخلص المواد كلها اللي محددها لنفسي إن أنا هذاكرها في اليوم ده، وحسيت إن أنا عملت اللي عليا، برضو أكافئ نفسي في نهاية اليوم، زي مثلا أخرج مثلا أتمشى، أو إن كنت بلعب رياضة أروح ألعب الرياضة بتاعتي، أو أقابل حد من أصحابي اللي بحبهم أقعد مثلا أشرب معاه حاجة. ده هيحسن مزاجي بعد يوم طويل من المذاكرة. طيب بعد فترة كبيرة من الدراسة بيكون الدروس كترت عليا ومشيت في المناهج شوية كتير، وبتبقى في دروس جديدة بدأت فيها، وبيبقى في برضو دروس قديمة فاتت عايزة أراجعها. عشان كده لازم أكثف وقت مذاكرتي للمادة، يعني هبتدي أراجع درس من اللي فات، وبعدين بعد ما أخلصه مراجعة اخد درس من الجديد. ولازم اكون حريص على اني ابقى متفوق بين زمايلي، وده مش هيحصل الا اذا اجتهدت في مذاكرتي وعملت اللي عليا فيها كويس جدا، علشان ما احسش بالتقصير، والمذاكرة اول باول ما تتراكمش عليا والدروس تبقى كتير، وابقى مسيطر على المنهج كله بالدروس اللي خدتها في الاول والدروس اللي باخدها جديدة. اخر حاجة خالص هتكلم فيها عن اختيار المدرس اللي هيساعدني وهيشرح ليا وهعتمد عليه في كل حاجة تقف قدامي. لازم يكون المدرس الكل اجمع عليه انه ممتاز، يعني هسأل زمايلي اللي سبقوني الاكبر مني المتفوقين على المدرسين اللي خدوا معاهم، والمدرس اللي هيجتمع عليه كل زمايلك وكل اصحابك هاخد معاه واطمن له، وفي الاخر اللي هرتاح له نفسيا وهفهم منه هو ده اللي هستمر معاه طول السنة. ومنساش ان النت بيبقى فيه مدرسين كويسين جدا ممتازين، ولو حبيت او ارتحت نفسيا لحد منهم ممكن ابقى استمع له، بيبقوا ممتازين وبيتوفر الفلوس بتاعت الدروس الخصوصية. وفي اخر السنة خالص بيكون خلاص ذاكرت المناهج اكتر من مرتين تلاتة، يعني بتكون خلاص فرمت المناهج خالص. وقبل الامتحانات بشهرين
بيبقى المراجعة النهائية دي أحسن حاجة ممكن تعملها، هتلملك كل المناهج عن طريق السؤال والإجابة، والأسئلة بتاعتها بتبقى متوقعة في الامتحان، بيبقى حاططها الموجهين اللي بيحطوا الامتحانات. فانت لازم في الاخر خالص تتابع الكتاب المراجعة النهائية هينزل امتى، عشان خاطر ابتدي اراجع منه. ولازم تكون عارف ان والدك ووالدتك بيتعبوا علشان يوفروا لك كل ما تحتاجه من ماديات، ونفسهم يشوفوك احسن الناس. فلازم اعمل اللي عليا كويس جدا جدا، وما أقصرش عشان أفرحهم وأفرح قلوبهم وأرفع راسهم بين الناس، وأنا شخصيا أفتخر بنفسي وبمجهودي. وفي الآخر الدرجة اللي هاخدها أو اللي هجيبها دي لازم أرضى بيها بعد مجهود عنيف عملته، لازم أرضى باللي ربنا قسمهولي ومقدرهولي. والكلية اللي هروحها أجتهد برضو فيها، ومستقبلي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفق الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى حبايبي أكون قدمت لكم نصايح مهمة بالنسبة للمذاكرة إن شاء الله تفيدكم. دمتم في رعاية الله وأمن وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.